أهلا بيكم. ده CV صوتي بصوتي. فكرت كتير قبل ما أعمل CV ده أعرف بيه نفسي ليكم. كمان هاخدك معايا كده في رحلة خيالية شوية. ربنا يستر. من الآخر، لو أنت معلق صوتي فالمحتوى ده عشانك. أما لو أنت حد حابب المجال ده بس مش عارف تبدأ منين، برضو المحتوى ده عشانك. وأما بقى لو أنت من الناس اللي لسه ما تعرفش أي حاجة عن المجال ده، أحب أقولك برضو المحتوى ده عشانك. بقلم هبة السيد علي، هندسة ومونتاج هبة السيد علي السيد. أيوة، أنا هبة السيد علي، معلقة صوتية باللغة العربية الفصحى وبالعامية كمان. من الآخر كده أخدت كورسات كتير واتدربت حلوة قوي، يعني حاولت أكون مجتهدة. مش هطول عليكم، خلوني بقى أقول لكم مشواري في مجال التعليق الصوتي بطرق مختلفة. وطبعا لو اللي بيسمعني فويس اوفر كده زيي أكيد هيعرف اللون اللي أنا بتكلم بيه. التعليق الصوتي فن ومهارة، واختيار المعلق الصوتي أمر ليس بسهل. إنها البصمة الصوتية التي يتركها المعلق ليؤثر بها على أذن المستمعين، فيجعلهم ينجذبون للرسالة النصية ويفهمون مضمونها بنجاح. وبالطبع هذا الأمر يتطلب أدوات أو ما يسمى بأسلحة المعلق الصوتي الناجح. هبة السيد علي أحد المتدربين. عندما قررت الخوض في هذا المجال بدا الأمر سهلا جدا، ولكن الأمر بالفعل يحتاج إلى كثير من التدريب والمجهود المستمر، غير أنه يحتاج أيضا إلى دراسة. نعم، دراسة بعض أساسيات التعليق الصوتي من الطبقة الصوتية والتلوين والسرعة، وإجادة اللغة العربية الفصحى ومخارج الحروف. وبالتأكيد كل هذا في ظل خامة صوتية مميزة ينفرد بها المعلق الصوتي ليكون ناجحا. أعداد هائلة من المعلقين الصوتيين، والتنافس شديد، والاستمرار على الساحة إنما هو قرار، إما أن تظل وتستمر أو تبتعد وتيأس. حيرة كبيرة يعيشها الكثير من المعلقين الصوتيين، ويبقى السؤال: ماذا بعد؟ عشان سحر الصوت بيوصل معاني الكلمات، وعشان الكلمة ممكن تغير فينا وتأثر في حياتنا، ممكن تبني وممكن تهدم. ما توقفش واستمر في تطوير مهاراتك الصوتية مع أقوى عروض كورسات الفويس أوفر. انت على الساحة، ليك مساحة. عزيزي العميل، أهلا بك أينما كنت. يسرنا خدمتكم، وتواصلكم معنا يهمنا ويشجعنا. لخدمة الروايات بالرجاء الضغط على الرقم 1. لخدمة الأخبار اضغط رقم 2. لخدمة الإعلانات والبروموهات فقط اضغط الرقم 3. ولضمان سماع العينات نحيطكم علما بأنه يرجى الاتصال على الرقم 441. شكرا لحسن استماعكم. ضاق بها الأمر. استمرت في البحث عن مهاراتها كي تحقق الهدف. ظلت تعاني من عثرات كثيرة حتى استجمعت قواها. وفي لحظة عابرة سمع أحدهم صوتها، أثنى عليها ورشح لها أن يكون هو مجالها، فاختارت أن تثري العالم بصوتها ليشهد العالم بها وبأنها أخيراً حققت هدفها.
أعلنت منصات التعليق الصوتي بعد مرور سنوات لا يعلم عددها إلا الله، وبعد اجتياز العديد من الاختبارات في ظل تنافس شديد بين عمالقة التعليق الصوتي، حققت المتسابقة هبة السيد علي مركزاً قوياً بين المتنافسين. ومن المرجح الإعلان عن النتيجة قريباً، والجائزة ستكون الاشتراك في عمل صوتي ضخم يجمع بين 3 دول عربية، وستكون أقوى تجربة إذاعية صوتية بالتاريخ. الكلمة بتفرق، بنحس معناها لما بتبقى طالعة من القلب بإحساس. اللي بيقوي العلاقات كلمة، واللي بيهدها برضو كلمة. عشان كده اختيار الكلمة مسؤولية، وعشان أنا وإنت رسالتنا نوصل الكلمة، فحب أقولك ما تبطلش تتدرب إزاي تقول الكلمة وتلونها وتديها كمان إحساس. عزيزي وصديقي المعلق الصوتي، الرسالة دي عشانك. قبل ما يكون ده مجالك، انت اخترت تكون فنان مبدع وبس. نقطة ومن أول السطر، استمر فقط. خلينا ماشيين زي ما ماشيين، مين عارف مين بكرة جايب ايه، ومادام عايشين ومادام قادرين نحلم، بنخاف من حلمنا ليه. خلينا ماشيين زي ما ماشيين، مين عارف مين بكرة جايب ايه، ومادام عايشين ومادام قادرين نحلم، بنخاف من حلمنا. عشنا قد ايه باقي قد ايه، يبقى بس ليه نشغل بالنا. حبيتها ولا ما حبيتهاش، هي الدنيا ولازم تتعاش. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومن جديد بنتواصل معاكم. وحابة أقولك عزيزي المستمع، كملت أو ما كملتش الفيديو، مبسوطة إنك كنت معايا. عديت أو فتحت أو حتى جيت على نفسك كده وتابعت الفيديو للآخر، هكون سعيدة أكتر لو قلتلي رأيك في كومنت. وكمان ما تنساش تبعتلي ترتيب كل لون صوتي أنا أديته. مستنياكم، ابعتولي رأيكم وكومنتاتكم على صفحتي بالفيسبوك هبة السيد فويس أوفر. استنوني وتابعوني في فيديو جديد. بحبكم جدا، أشوفكم على خير.